الساعه 5 بالظبط، يوم السبت يوم ما مات. كلمت، قلت لها انا محول لك 100 جنيه رصيد ومحول لك كارت، عاوزه حاجه؟ قالت لا يا بابا انا كويسه والفلوس وصلتني و وانا صايمه وراح اجيب حاجه اعترفت. انت ده اخر. بتطالب بايه؟ انا عايز حق بنت، مش هسيب، مش هسيب حق بنت. انا بقول لك سعادتك ان انا كل تركيزي في الاول ان انا اجيب بنت الاول، رغم ان انا كنت عارف الوضع ايه اللي حصل والجامعه، والمفروض الجامعه دي دخلت ازاي، ولا اللي طلع ازاي، ولا اللي فتر ازاي. المفروض دي اداره الجامعه اللي تتكلم في الكلام ده مش انا. مم. انا جا رحت دخلت لقيت بنت ميته، رغم ان هم متصلين بيا يقولوا ده تعبانه وبترجع. بس هذا اللي حصل بالظبط بالنسبه للواقعه اللي حصلت يوم السبت بالليل. تطور جديد في قضية المرحومة نيرة صلاح طالبة طب العريش بقرية ميت طريف بد أهلية، المعروف عنها أنها متدينة وحافظة لكتاب الله وبتتمتع بسمعة طيبة بين جيرانها. أما ابن عم نيرة أحمد محمد محمود بيقول بعد وفاة بنت عمي فوجئنا بزمايلها بيدشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيطالبوا باسترداد حقها، وإن تم اكتشاف رسائل تهديد من زميلتها ورسائل اعتذار أجبروها عليها. وآخر ما كتبته نيرة على صفحتها على الفيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، صدق الله العظيم. اما رجل الاعمال مهندس نجيب ساويرس علق على حكايه طالبه جامعه العريش نيرة الزغبي وقال بقلب مكسور: دمك في رقبتهم.